السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نعمل وصفة جديدة بالقناة، هي سوكسيه أو الليزي كيك يلي هي من البسكويت. وعندي هون كاسة حليب، وعندي حليب بودرة، كاسة زبدة، نص كاسة كاكاو، يعني أقل من نص كاسة سكر، لأنه بدنا نحسب حساب إنه البسكويت الشاي فيه سكر. أنا رح أحكي لكم عن الحليب. أنتوا إذا ما عندكم حليب فيكم تحطوا مي وتخلوا الحليب البودرة، لكن اذا ما عندكم حليب بودره وعندكم حليب فينكم تستغنوا عن الحليب بودره، لكن الاثنين بيعززوا النكهه مع بعض، طلع النكهه كثير طيبه. بس مثل ما قلت لكم، اذا ما عندكم حليب فينكم تستغنوا عن كاسه الحليب، تحطوا بدالها مي وتحطوا حليب بودره، تحطوا تقريبا كاسه حليب بودره. لكن لما بكون في عندكم حليب فينكم تستغنوا عن حليب البودره، لكن انا بدي احط 4 معالق حليب بودره. هلا بننتقل لتطبيق الوصفه. انا هاي الوصفه بدي اعملها على البارد. انا مدفاي الزبده، ما أنا سخنه يعني، بس انه دوبتها. رح احط هدولي بالخلاط بهذا الشكل، نزلهم كلهم. انا عندي هون الحليب حتى كان بالبراد، ما في اي مشكله. انا بحب هاي الوصفه لانها على البارد. في عده وصفات لإلها، واليوم رح اقدم لكم طريقتين. هاي الطريقه اللي هي الصوص على البارد، والطريقه الثانيه بالصوص المطبوخ، ومختلفات عن بعضهم تماما. هدول بما يعادل تقريبا 4 معالق. هلا بدنا نخلطهم ببعضهم. بعد ما خلطت هون عندي المواد بهذا الشكل، شايفين كيف صارت؟ هلا بنزل الزبده، وهيك بعد ما اختلط عنا الخليط كله بنصير نكسر البسكوت. بسكوت نحاول نحن انه يكون عنا شيء ناعم وشيء مثل ما هو يضل. نكسر وبسرعه بنشتغل فيها بهاي المرحله، ما بدنا نحن البسكويت يتشتش. بنحط بسكوت على قد كميه الصوص. شايفين بياخد ابدا هذا العيار، بياخد علبتين بسكوت كاملين. كل علبه بعتقد 200 جرام. هذا بسكويت الشاي، فينكم اي نوع المهم من هذا البسكويت الساده. بدكم هلا بهاي المرحله تحطوا بقلبه جوز الهند، بصير. بدكم تحطوا مكسرات، جوز، كاجو، اي شيء موجود عندكم بصير. وانا هون عندي مثل ما شايفين كيس نايلو عادي. انتو شو عندكم متوفر؟ ورق زبدة، قصدير، اي شيء بتحبوا تلفوا فيه بيمشي الحال. لكن انا عندي اكياس نايلو، فرح احط جزء لاني بدي الفها رولين. رح احط جزء هون نص، والنص الثاني خليه للكيس الثاني. شايفين مخلوطة كلها، يعني انخلطت تماما. هلا بصير بهذا الشكل يعني. حاول اني مسدها بالمقاس اللي انا بدي اياه. رص عليها وبشد على الجناب، بنلف، نشد على الجناب ومنلف. نحن عم نلف كمان بنشد عليها بهذا الشكل. ان شاء الله يكون الشغل واضح عليكم. هاي بدي احط بالثلاجة تقريبا ليلة كاملة، وبنلفها هيك من هون من هون وعلى الفريزر. بنعمل الثاني مثلها، ونشوفكم ان شاء الله بالمرحلة اللي بعدها ان شاء الله بمرحلة التقديم. انا عملت الليزي كيك على البارد. هلا بدنا نعملها الصوص على الساخن. بدي اعملكم اياها بالقالب بطريقة يعني تاني غير مختلفة تماما. عندي هون كاسة حليب، وعندي كريمة. الكريمة بتعطيها كثافة حلوة للصوص إذا أنا بدي أعمله. عندي زبدة، كاكاو بدنا 6 معالق، شوكولا اختياري لكن كتير طيبة تكون بقلبها شوكولا، وعندي تقريبا أقل من نص كاسة سكر مثل ما شايفين. وعندي بسكويت لونين، عندي بسكويت لونين بالكاكاو وسادة. هلا هون ضفت الحليب والكريمة مع بعضهم. إذا ما عندكم كريمة فينكم تعززوا الطعمة بحليب نيدو، حطوا كاسة حليب نيدو. هلا هون بدي احط لهم 6 معالق كاكاو، واحد، هاي سادس معلقة. نخلطون على البارد. الشوكولا بالاخير هي والزبدة، نخلطهم تماما ببعضهم. بهاي المرحلة اذا بتحبوا نكهة القهوة فينكم تحطوا معلقة نسكافيه. شوفوا هالقد نسكافيه، وبنحرك على البارد. لهلا احنا ما شغلنا الغاز. هلا بشغل الغاز وبضل مستمرة بالتحريك مشان ما يحترق معنا الحليب. وخلص المواد هون كلها عنا اختلطت ببعضها. شايفين انا ما زلت عم حرك وللارض، ولسه الحمد لله رب العالمين الامور كلها تمام. هلا بنطفي الغاز. شايفين نطفي الغاز ونبعدها عشان ما بدنا اياها تحترق. انا هون رح احط لها رشة فانيليا. شوفوا شقد هالقد فانيليا. انا هاي عندي اياها النكهة القوية، ف
بحط هالقد بس، خلط كثير منيح. وبهاي الاثناء هون هلا بنزل الزبدة. الزبدة بهاي المرحلة بتعطيها لمعة حلوة ونكهة كثير طيبة. بقطع الزبدة طبعا تقريبا 100 غرام زبدة. هلا رح تذوب على هاي الحرارة. هلا رح رجعها على حرارة الغاز وانا عم حرك مشان تذوب عندي الزبدة. وبهاي الوقت كمان رح نزل عليها اذا عندكم شوكولا. اذا عندكم شوكولا، ليك انا عندي هون شوكولا غامقة بتطلع كثير طيبة، نحط شوكولا كمان. هلا بتذوب على حرارة السوائل. شايفين صارت ما احلاها. هلا الشوكولا السودي بعطيها لون ونكهة كتير طيبة. صارت عنا جاهزة، بننتظرها لحتى تبرد حتى نقدر نشتغل فيها. وهون رح نبدأ شغل. شوفوا الصوص كيف برد، حطيته بوعاء ثاني مشان رأسا يبرد. هلا شو رح نعمل؟ رح حط على البسكويت من هذا الصوص، وحط مقبالة وحدة تاني هيك، وحطهم بهذا الشكل. شايفين انا حاطة هون هذا القالب، حاطة بس بسفله مي مشان يلزق الكيس. هذا كيس خبز حاطة فيه، شايفين؟ وبصير صف بهذا الشكل. هلا برجع بحط على البسكويتي من هاي الجهة وبحطها بالقالب عادي. لو شر لتحت ما بيأثر لأنه أنا أصلا بدي غلف القالب كله. بهذا الشكل بنعمل طريقة ظريفة اللي زي كيك. إن شاء الله يكون الشغل واضح عليكم. بهذا الشكل نتابع شغلنا، نرجع لكم إن شاء الله بس نخلص كل الكمية. هيك خلصنا الكمية مثل ما شايفين كاملة. هلا من نفس صوص الشوكولا بنحط على البسكويت كله، وفورا لوين؟ على الفريزة، يعني شي ساعتين تقريبا، ومنطالعة ونفرجيكم اياها ان شاء الله. مرحلة التزيين احنا عم نزين وجهها. هاي طريقة سهلة، اذا حبيتوا ما تكسروا البسكويت وما تعملوا رول، تعملوا بهذا الشكل بيطلع كمان ظريف. وهلأ فورا على التبريد حتى ما تشتش عنا كتير بهذا الشكل. وهلأ هون انا نفس الصوص اللي امبارح طبقت فيه الصوص اللي سخناه طبعا، اللي عملناه على الساخن، حطيته هلا على الغاز. شايفين ما شاء الله كثافته كتير بتصير حلوه. يعني اذا انتظرتوا عليه ليبرد بهذا الشكل، شايفين كيف بصير قناش رائع. هلا انا رح دفيه تدفاي، يعني ما بدي خليه يغلى وانا عم حرك، ما بدي اياه يلزق. بدي اضيف له شوكولا مشان يصير تغليفه حلوه للسوكسيه. شايفين انا هون عندي لوح شوكولا فاتحه قطعتها بهذا الشكل، وعندي هون شوكولا سودي كميتها قليله فبيتناسبوا، بيطلع كميتهم حلوه، يعني بيطلع القناش عندي كتير حلو. هلا بضل بستمر بالتحريك حتى يرجع يدفعنا، وبدنا نرجع ننتظره يبرد. يعني طبعا ما بده يبرد يقسى، بدنا ينتظروه يبرد نقدر نحطه على السوكسي بعد ما نطلعوه من الثلاجه. شايفين بهاي المرحله شايفين كيف صار يطلع منها بخار، يعني وصلت لمرحله تقريبا قبل ما تغلى. طفيت الغاز هلا ورح نزل كميه الشوكولا، وبنبلش نحرك مباشره انه ما بدنا الخليط يلزق او يصير اي مشكله معنا. شايفين شلون صار؟ هلا بدي نزل الشوكولا السودي تعطي نكهه كتير طيبه. هلا هيك صار عندنا قناش شوكولا رائع رائع. هذا بيلبق لاي تغليفه، اي تغليفه كيك، اي تغليفه هيك اكلات، يعني تلبق تزبط يعني. هلا رح احط لها هيك نقوطه زيت، ما كتير، الزيت بيعطيها لمعه حلوه. شايفين؟ يعني ابدا بما يعادل معلقه زيت وبحرك. شايفين شلون رأسا تحول للمعة حلوة، تحولت الزيت. شايفين؟ عطاه هيك سطح أملس حلو. هلا بنتركها تبرد وبنشوفكم إن شاء الله بمرحلة وقت بدنا نسكب الشوكولا عليهم. طالعناهم من الفريزة مثل ما شايفين، وهلا بدنا نسكب عليهم الشوكولا. هلا نحن محضرين شغلات للتزيين، في هذا شيء يعني براجع لرغبتكم انتم، كل واحد شو بحب. هلا هون انا رح اسكب الشوكولا هاي اللي طبقناها تطبيق بسكويت بدون ما نكسره. انا مثل ما شايفين حاططها على، اللهم صل على سيدنا محمد، على شبك. وهلا بصب عليها الشوكولا وبرجع على البراد، مو على الثلاجه، على البراد، لانه هي اوريدي باردة مثلجه. والتزيين مثل ما قلت لكم مثل ما بتفضلوا انتم. انا هلا هون
رح احط على وحده منهم بندق مكسر، كثير بيعطي نكهه طيبه، كثير البندق مع الشوكولا طيب. هلا هيك بيلزق، واذا بدكم جوز الهند، اذا بدكم لوز، اذا بدكم فستق، شو موجود متوفر عندكم بيفي بالغرض. اذا بدكم هيك وسكبوا عليه شوكولا كمان، يعني بيطلع هيك منظره مثل الحبيبات، مثل الفرار والشي مثلا بهذا الشكل. في ورد، في جوز الهند، يعني في شغلات كثيره فينه الواحد يزين فيها. الشوكولا اللي بتضل تحت ما رح نكبها طبعا. هلا رح احطها بالبراد ان شاء الله ونشوفكم بمرحله التقديم. هاي نتيجه وصفتنا لليوم، السوكسي بطريقتين، طريقه الصوص المطبوخ وطريقه انه يتحضر بصوص على البارد. رح فرجيكم اقطع منه بسكويت، بس ما طري ابدا، بالعكس لسه ما شاء الله حافظ على قرشته. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله. الحلو بهاي الوصفة الزبدة بتحافظ عليه متماسك تماما. يعني جربوا اعملوا نفس الوصفة بس بزيت. الزيت بتعطي ليوني، بس طلعتوها من الفريزر او البراد بتعطي ليوني. وهيك قطعنا التنتين اللي عملناهم بصوص على البارد. هلا رح نقطع اللي عملناها بصوص على الساخن. رح نحاول انه نقطعها بطريقه. بسم الله الرحمن الرحيم. واو، سمعانين صوت البسكويت؟ واو. طبعا مثل ما علمتكم دائما لازم يكون بايدنا محرمة مطبخ، ورقة مطبخ نظيفة مبلولة، بحيث انه نمسح طرف السكين فيها. هلا بنقص هيك على الجهة الثانية. واو قلبت لحالها. نحن بدنا نقلبها اصلا بس قلبت لحالها. بقى نرجع كمان على نفس القصة اللي قصيناها، بنقص كمان هيك، كمان مقبالة بنقص من هون. نكمل بنفس الطريقة رايح جاي حتى نخلص القالب كله. وهلا مثل ما شايفين هيك بدنا نقلبهم بهذا الشكل. مثل ما قلبت هاي القطعة بدنا نقلب القطع التانيين شوي شوي. عن جد سوكسي أكتر من رائع. النتيجة مبهرة تماما النتيجة. هلا هون هدول القطع رح زينهم بالورد، الورد المحمدي هذا ظريف كتير. انتو اذا عندكم مكسرات، اي شيء مكسرات فينكم تزينوا فيه. انا كتير بحب هذا الورد. فينكم هيك تطحنوه على كل قطعة، يعطي منظر وحتى له فوائد. يعني ما انه بس منظر، اصلا هذا كنا ونحن صغار نقطفه ناكله. هيك صارت نتيجة وصفتنا جاهزة. هي زيناها وقطعناها، وشايفين هذا السوكسيلي بالصوص المطبوخ وبطريقة تقديمه هاي مميز عن الطرق الثانية اللي نحن معتادين عليها. طلع شيء ظريف. وحبيت فرجيكم، شايفين صوص الشوكولا اللي كان ينزل على ورقة الزبدة من على الشبك وانا عم احط عليهم؟ هاي الكمية انا قمتها من على ورق الزبدة. هلا بضبها بالبراد. فيني بهاللحظة كسر بسكوت واعمله بقلبه وساويه. فيني ضبه لمرة تانية بحطه بالميكرويف، بدفيه بطالعه بحطه بقلبه بسكوت، بصير كمان سوكسي على السريع بعمله للأولاد. فيني احطه على وجه كيكي، فيني احطه على اي شيء انا ممكن اقدمه كضيافي او لازم يكون عليه جناش شوكولا. هلا رح دوق قدامكم من هاي. هي بدها كمش بالايد، يعني بصراحة صعب انه بالشوكي، لكن رح فرجيكم هيك قدامكم. شوفوا هاي الصوص، شايفين البسكويت ما شاء الله ساتو محافظ على انه يكون ما هش. اللهم صل على سيدنا محمد. هاي اللي عملناها الصوص على البارد. بيرفكت. رح اخذ قطعة. شوفوا ساها بتقرش قرش، طريقة فاخرة. شايفين هاي اللي عملناها بالصوص اللي طبخناه، وحطينا بسكويتي فاتحة بيضة وبسكويتي كاكاو، طلعت شي بشهي. شوفوا واو، لساها البسكويت عم تقرش، لانه رأسا حضرناها وحطيناها بالفريزر
ما بتكتفوا من اللقمة ابدا، تنهوا الصحن بعدين بتكملوا تنهوا الفيديو، لانه عن جد نكهات لذيذة. هاي وهاي شي فاخر على الاخر. هاي تقديم الطريقة، قرمشة البسكويت، يعني عن جد شهادتي مجروحة بشغلات اللي عم احضر. يعني كنت تقولوا انه هي عم تعمل دعاية لنفسها، والله العظيم اني بعملهم بكل حب ومصداقية. جربوا الطريقة وباذن الله رح تدعوا لي، وخبرونا كيف عم تطلع معكم وصفاتي، وبعتوا لي صور وصفاتكم، وتابعونا على الانستغرام وعلى التيك توك وعلى الفيسبوك. اسم صفحاتي اشهى الاكلات مع ميسون. ان شاء الله دائما انا برد على استفساراتكم وعلى اسئلتكم، وبشوف اي صور واي تعليقات بعتوا لي اياها، واي نصيحة ايجابية انا بسمعها وباخذها من اي شخص كان، وانا فيكم بكبر، وان شاء الله بنستمر باذن الله حتى توصل القناه لاكبر عدد ممكن. اذا لسه عم تشوفونا ما حاطين لايك، بتمنى انكم تحطوا لايك وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد، وتشيروا للاهل والاصدقاء حتى نوصل لاكبر عدد ممكن، وتجربوا وصفاتي. وعاد وصفاتي ما بتعرفوا ليش جربوها، ان شاء الله يا رب جربوها تنال اعجابكم. نال دعاء نحن والاهل بالرحمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.